معذرة بس التليفون فصل مني وانا بصور، فانا بكمل لكم الفيديو اهو تاني. لخبطت لكم. بنفرك بقى العلف مع الخلطة اللي انا عملتها، بنفركها فركة حلوة كده بايدينا، نخليه متجانس كله مع بعضه كده كده، كله زي بعض. الخلطة دي الفراخ بتبقى في الأول مش مقبلة عليها قوي، بس بعد كده أول ما تشم ريحتها تبتدي إن هي تيجي جري عليها. الخلطة دي حلوة، بتطلع معانا الفرخ حلو. هتشوفوني دلوقتي أنا بحطلهم الأكل. النهاردة تالت يوم زي ما قلتلكوا بالفراخ، روعناهم نص ساعة. اهو كده بقى متجانس خالص، كله مع بعضه، كله بقى شكل بعضه. وبنلم الناعم كده. الخلطة دي بنحطها 3 ساعات بالظبط قدامهم، بعد كده نشيلها. نحطها بقى لأي طيور بقى، يعني عندنا بط، عندنا فراخ كبيرة، أي حاجة. نحط لهم الخلطة دي. هنروح نحط لهم الأكل كده ونرجع لبعض تاني. اهوت احنا حطينا لهم الأكل اهوت، ابتدوا بقى يتعرفوا عليه دلوقتي، يروحوا عليه. هما بس خايفين مني عشان بصورهم وشايفيني. وغيرت لهم المية، طبعا المية بنغيرها لهم 3 مرات في اليوم، حتى لو المية باقي فيها شوية تكبيهم. لازم كل يوم تحط لهم مرة أملاح معدنية، مرة مضاد حيوي، مرة فيتامينات، عشان الفرخ يتأسس معانا من الأول. أهم حاجة فترة التحضير اللي هي أسبوع 7 أيام، نحضنهم كويس، الفرخ يطلع ما شاء الله معانا حلو. هي في فراخ بقى خايفة مننا، أو لسه برضو ما لحقوش يجوعوا قوي. هي نص ساعة برضو يعني ايه، بس بالنسبة لهم، بالنسبة لسنهم النص ساعة حلوة بالنسبة لهم، عشان برضو ما يجوعوش مننا قوي ويرجعوا. اهو ان شاء الله يطلعوا معانا حلوين، وحضراتكم ان شاء الله تتابعونا، وان شاء الله لو انتوا برضو جايبين فراخ شوفوا احنا بنعمل ايه وتعملوا معانا، وان شاء الله تطلع دورة كويسة. وياريت مش تنسوني بقى في المتابعة والشير، وتعملوا لي الاعجاب طبعا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.